أنا الشادي ناصر 20 سنة. الحكاية بدأت من 4 سنين. شاب صغير لسه 16 سنة و17 سنة، من بيت كويس يعني حالته المادية كويسة. طالع مسك فلوس كتير، الدنيا كلها قدامه بقت سهلة. أنا مسكت شغل لوحدي في سن صغير، مسكت بدل ال1000 2003 بس مسكت مبلغ كبير. بدأت بقى أصحاب اللي مش صح يعرفوني على سكك المخدرات، سكك البنات، سكك الديسكوهات والكابريهات. فلوس كتيرة ومش عارف أنا أعمل بيها إيه. بدأنا بلعبة كده بسجارة عادية، سجارة حشيش. كنا واخدينها لعب عيال، فهو الموضوع زي ما بيقول عجبني. فالسجارة جابت السجارة جابت السجارة لغاية ما دخلت في موضوع البرشام. كل يوم كان بيزيد معايا الموضوع لغايه ما وصل معايا لشهرتين في اليوم. كل ده كان طبعا من ورا اهلي، ما كنتش بعرف ادوس يعني او اشتغل غير لما اخد الحاجه دي يعني. اشتغلت في موبايلات تجميع. الموبايلات دي بتبقى مسروقه، يعني شاشات مسروقه وبطاريات مسروقه، بتتجمع كلها مع بعضيها وبتتباع انه كانه موبايل جديد. هو ده كان مصدر دخلي ومصدر فلوس الكتيرة اللي كانت في ايدي. انا قعدت 3 سنين شغال في حوار المخدرات ده. هو اثر عليا في التعليم في حوار الثانويه العامه. انا قعدت في سنه واحده بس 3 سنين. كل سنه كنت ادخل الامتحان انا مغيب، كل سنه ادخل الامتحان انا مش شايف قدامي. بس انا كنت حاطط املي على الغش، كنت حاطط املي ان بالفلوس هتحصل كل حاجه. كنت حاطط املي انا لما اشرب واتبسط وخلاص بقى طز في الثانويه العامه ما دام انا معايا فلوس كتيره. والدي كان تعبان بمرض كانسر الكبد، فعرف ان انا بشرب سجاير وكده وكذا شكوى كانت بتجيله. احنا مش متعودين بيتنا مثلا يجي فيه شكاوي زي السجاير زي البنات. ابويا ما حبش كده، فهو كان غضبان عليا لغايه اخر يوم، انا واثق ان هو كان غضبان عليا. كان كل شويه يقول لي انا زعلان، انا غضبان منك، انا ما كنتش اتمنى ان اشوفك كده، ما كنتش عايزك تبقى بالشكل انا كنت عايزك تبقى زي اخواتك. كنت كل ما اسمع الكلام انزل ولازم اشرب، لازم ارجع البيت مغيب على الوعي، لازم ارجع البيت مش شايف قدامي. بابايا توفى، الدنيا بدأت تسود اكتر واكتر. ان مثلا هو كان حاجه كبيره بالنسبه لي خالص، ويجي يتوفى ويموت وهو زعلان مني. فدي كانت حاجه جوايا كانت كبيره خالص. سبت الدنيا خالص واهملت كل حاجه، اهملت المذاكره، اهملت الشغل، واهملت البيت، اهملت حياتي، اهملت نفسي. قعدت اشرب واشرب كل يوم، ارجع البيت سكران كل يوم، حالتي بتسوء اكتر من الاول كل يوم. انا مش عارف انا بعمل ايه، كل يوم حياتي بتتدمر اكتر واكتر. الى ان في ناس جرايبي قالوا لي عن في تدريب روحي 10 ايام بيعلم ازاي اعيش حياتي صح مع يسوع. انا اضطريت ان اروح من كتر الزن اللي في البيت والزن اللي حواليا، من كتر الناس اللي عايزين اتغير. رحت المدرسة دي، أنا رايح كمؤتمر أو رحلة عادي، أنا رايح أشم هوا وأتفسح يومين 3 كده وهرجع لحياتي زي ما هي. ما عنديش فرق، مفيش حاجة جديدة هتحصل.
انا بالعكس انا هرجع حياتي هي مش هتتغير لشاب ضايع حياته ضايعة، كل همه بس انه يشرب، كل همه انه يسكر، كل همه انه يلعب، مش همه اي حاجة في البيت، مش همه بيته، مش همه عيلته، مش همه مذاكرته، مش همه مدرسته. لا كل همه بس انه زي ما بيقولوا كده، بس بالبلدي يظبط الدماغ. كان في صلاة بالليل وحد صلى معايا، كل اللي كان بيدور في دماغي ان قصة يوسف، ان هي مهما وجعت في مشاكل هو بيقول كده الله كان مع يوسف فكان رجل ناجحا. انا قعدت اصلي بالآية دي وقلت له يا رب انا عايزك معايا، انا واثق فيك، زي ما يوسف اترمى وزي ما يوسف اتباع للعبيد وزي ما اتظلم انت قدرت ووصلته لاعلى المراكز. انا عايزك تنشلني يا رب من الخطيه وتعليني لفوق. انا ما كنتش مبسوط، كنت عايز اجرب حياه جديده، كنت عايز اجرب حياه مليانه بالنعمه، كنت عايز اجرب حياه بعيده عن طريق الشيطان. المخدرات كانت بتشبهني بسجن حيطانه كبيره، انا ما كنتش عارف اطلع ولا كنت عارف اتنفس غير بيها، كانه قيد او واحد بيحركني بعروسه. بس انا كنت تعبت بجد، حياتي اتدمرت، انا كل يوم بجع اكتر واكتر، خلاص حالتي النفسيه بقت صفر، بقيت شاب بقى ملوش اي احلام، مشاكله كتيره. وانا يوميها قلت له يا رب انا عايز ارجع لك، قلت له يا رب انا اسف يا رب، انا جاي دلوقتي اسلم لك قلبي، انا تعبت يا رب. انا كان جوايا اني اتغير بجد، كان جوايا ارجع ان شادي ده لا حد تاني، شادي زي ما كان عايز يشوفه باباه. انا كنت عايز اتحرر وانا صليت وهو سمع واستجاب. انا ما اتعالجتش في مصحة او رحت عند دكتور، لكن هو كلمته وكتاب المقدس ده اعظم طبيب. كان بيجي عليا وقت والشيطان كان بيحاربني وكنت بجع، بس انا ما كنتش بلاقي مخرج او باب اجري منه غير حضنه، كنت اروح اترمي في حضنه واقول له يا رب الحقني، يا رب تعالى، يا رب ابليس هيدمرني، يا رب هيرجعني ليه تاني. دلوقتي انا مجرد الريحه بتضايقني، ريحه المخدرات، ريحه السجاير، مجرد الريحه دي انا مش بقدر اخد نفس. من ساعه ما انا اديته قلبي وسلمته حياتي هو محاوطني.